السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو تحليل المباراة الودية اللي كانت بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب جورجيا، واللي هي المباراة الاستعدادية الوحيدة عند أسود الأطلس قبل المونديال القطري. وأكيد غادي نبداو أولا مع التشكيلة الأساسية اللي فضل يدخل بها وليد الركراكي، واللي هي كالتالي: في حراسة المرمى ياسين بونو، كقلبي دفاع غانم سايس ونايف أكرد، أما كظهير أيمن أشرف حكيمي، وكظهير أيسر يحيى عطية الله. في خط الوسط عندنا يحيى جبران، سالم أملاح وعز الدين أناحي. اما ثلاثي خط الهجوم وكجناح ايمن عندنا حكيم زياش، وكجناح ايسر سفيان بوفال، وفي قلب الهجوم يوسف نصيري. وطبعا من التشكيله واضح ان وليد الركراكي ما بغيش يكشف عن اوراقه، وهذا طبعا منطقي وعادي جدا. ايضا في مقابل الركراكي شارك لينا سالم املاح رغم انه ما كانش كيلعب منذ مده طويله مع نادي ستاندرد رياج، والهدف من اشراكه طبعا هو يرجع الجاهزيه ديالو. وايضا الكثير منا كان كيتوقع ان عبد الرزاق حمد الله هو اللي غادي يكون كاساسي اليوم، ولكن الركراكي فضل يوسف نصيري، وهذا ان دل فكيدل على انه هو الخيار الاول عند وليد في المباراه الاولى اللي غادي تكون ضد كرواتيا. اما عن المباراه خصوصا في بدايتها شفنا سيطره واضحه من جانب المنتخب، بحيث كان لعب وان سايد جيم من جهه واحده فقط. المنتخب الجورجي كان كيدافع بجميع لاعبيه وراجعين للخلف وكيحاولوا يضيقوا المساحات، وتركيزهم اكثر كان على الجهه اليمنى اللي فيها اشرف حكيمي وحكيم زياش، اللي هذا الاخير فيما كان كيستلم الكره كيلقى المضايقه، لانهم عارفين ان الحلول اكثر كتكون من هذا اللاعب. وفعليا هذا الشيء اللي كان، بحيث الهدف الاول كان جا من عرضيه حكيم، واللي طبعا في الاول ضيع سفيان بوفال. من بعد كانت متابعه رائعه من يوسف نصيري، واللي اخيرا كيسجل الهدف واكيد غادي يرفع من معنوياته. ولكن الهدف ديال بصح هو ديال حكيم زياش اللي استغل تمريره خاطئه وسددها من نصف الملعب. صراحه شي حاجه كانت خياليه هتشكوكيه، اللهم بارك وزيد في ذلك. وهذه هي قيمه الدولي المغربي داخل المنتخب، وكاك علاش كنا كنطالبوا به من زمان باش يكون حاضر. وايضا شفنا ثنائيات رائعه جدا بينه وبين اشرف حكيمي، اللي هذا الاخير بكل امانه كان كيفتقد اللمسه الاخيره امام الشباك. ايضا اللي لاحظت وهو المنتخب الجورجي فاش كان كيبني الهجمه من الخلف ما كنطبقوش عليهم البريسينغ العالي، وكنخليهم يحضروا كره باريحيه بما فيهم يوسف نصيري اللي معروف عليه انه كيطبق الضغط العالي على المنافس. والسبب من وجهه نظري وهي تعليمات المدرب الركراكي انه امر اللاعبين باش يلعبوا باقتصاد وتجنب الاحتكاكات الثنائيه، وهذا طبعا منطقي وعادي جدا. ايضا كنا كنشوفوا في بعض مراحل المباراه ان هناك لا مركزيه بين ثلاثي خط الهجوم، مثل هذه اللقطه اللي كتشاهدوها حاليا. زياش كيولي في العمق ونصيري كينزل كجناح ايمن، وكذلك مثال بالنسبه لسفيان بوفال اللي كياخذ في بعض المرات مكان حكيم زياش، ولكن هذه اللامركزيه ما كانتش كتكرر بزاف. اما عن عبد الرزاق حمد الله فاخيرا شفناه دخل في الشوط الثاني، واللي حسينا به كان كيجتهد وكيضغط ايضا على المنافس، الا ان الريتم ديال الشوط الثاني ما كانش كيساعدو بزاف، بحيث ما بقيناش كنشوفوا المنتخب كيخلق الكثير من الفرص بحال الشوط الاول، خصوصا بعد ما خرج حكيم زياش بعد ما حس باجهاد طفيف. ولكن رغم ذلك الغوليادور عبد الرزاق حمد الله قدر يصيد لك ضربه جزاء واللي سجلها سفيان بوفال بطريقه رائعه جدا. ايضا شفنا اول مباراه لانس الزروري اللي لعب بعض الدقائق ولكن ما توصلش بكرات بزاف، لان الريتم ديال الشوط الثاني نزل كما ذكرنا سلفا. عموما كتبقى مباراه اعداديه فقط، والاهم وهو ما خرجنا بحتى شي اصابه الحمد لله، رغم انه كتبان التدخلات العنيفه من جانب المنتخب الجورجي. وفي الختام قولوا لي الراي ديالكم في اداء اسود الاطلس، واكيد غادي نتناقشوا كامل في قسم التعليقات. وخير كلامي ما قل ودل. كان معكم معلم. السلام عليكم.